عملي نعرض على الرئيس 3 نشرات يوميا تلخص ما يقع من أحداث محليا وعالميا. كانت تعليمات الرئيس المباشرة التي لا يمكن الخروج عنها أن هذا العرض لنبض الشارع الذي يقول أنه حريص على سماعه لا يزيد عن صفحة واحدة، وإذا زاد انقلبت الدنيا رأسا على عقب. الرئيس السابق لا يريد حتى أن يسمع ولا أن يقرأ ما يحدث. بالمقارنة كان الرئيس رحمه الله جمال عبد الناصر يقول كل ما يحدث اعرضوه علي دون تلخيص ودون تحرير حتى. الرئيس السابق زور الانتخابات. سأقول لك واقعة أخرى أرجو وأتحداه أن ينكرها. وأنا أعمل مديرا عاما بمكتبه، وزعت علينا بطاقات الانتخاب الذي كان يقف بجانبه والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية وهو زكريا عزمي. وزعت علينا بطاقات انتخابية من أماكن سكنية لا نعرفها. أنا ساكن في الهرم، جاتني بطاقة انتخابية إن أنا ساكن في حلمية الزيتون. وجاءت سيارات بدون أن تحمل أي علامات عليها تأخذ الموظفين كما لو كنا فئرانا. هذا الرجل انظروا كيف يعامل شعبه. أرجو أن يستمع الشعب إلى هذا جيدا. أرجو أن يعرف كيف يفكر هذا الدكتاتور. هذا الرجل كان يرسل إلينا السيارات ويأتي بالبطاقات الانتخابية ويذهب في السيارات إلى مراكز الانتخاب ويقول لنا وينبه علينا لا تفتحوا أفواهكم، ادخلوا اللجان وادلوا بالأصوات، وبعد ذلك سلموا البطاقات وتمزق البطاقات حتى لا يترك أثرا للجريمة. طيب دكتور، هذا الذي يحدث في مكتبه. في مكتبه أتحداه. أنا كنت مديرا عاما في مكتبه. أتحداه أن ينكر هذا المزور. إذا كان هذا يحدث في مكتبه فما الذي يحدث في الشارع المصري؟ طيب دكتور محمود، تظل وصلت رسالتك بوضوح، ولكن الآن سمعنا من الدكتور محمود زاهر أو اللواء محمود زاهر من المخابرات العسكرية سابقا يقول إن الجيش لا يؤيد الرئيس مبارك. الآن إلى أي مدى يمكن للجيش أن يحجم عن اتخاذ القرار الحاسم في هذه المعركة الثورية إن صح التعبير؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال اسمح لي أنقل للإخوة الشرفاء الذين يتظاهرون في ميدان التحرير وقد كنت معهم منذ الصباح، أنقل إليهم شيئا لمسته بنفسي. هناك من يندس من رجال المخابرات ومن المباحث بين المتظاهرين ومن الحزب الوطني السابق الحزب غير الوطني. هناك من يندس بينهم ويقول يبدأ في افتعال حوار معهم ويقول يا جماعة كفاية كده، البلد هتخرب، احنا قلنا كلمتنا وخلاص نروح نستريح. وقد أمسكنا بأكثر من واحد يؤدون هذه المهام القذرة. أنا أنبه الشعب المصري لمن يقوم بهذه المهمة القذرة. أحدهم سبق أن قبض علي في مظاهرة كانت يوم الثلاث وتعرفت عليه وأرشدت الحاضرين عنه. أما فيما يتعلق بسؤال حضرتك بالنسبة للجيش، الجيش قطعا مع الشعب، ولكن كما تعلم حضرتك الجيش يؤتمر بأوامر وعليه أن ينفذها. فما الذي سيحدث إذا أؤتمر بأوامر وهو الآن خاضع لسلطة وسيطرة الرئيس؟ عمر سليمان الشريف لوثته ولوثه تعيين الرئيس له. أحمد شفيق الشريف لوثه تعيين الرئيس له. هؤلاء ليسوا هم من نريد. نحن نريد ببساطة شديدة جدا شخصا آخر يصلح ما أفسده الرئيس السابق. لا يصح أن يأتي شخص ليصلح ما أفسده هو بنفسه. لابد من شخص آخر يصلح ما أفسده هو وزمرته. طيب نحن لا نطالب بتغييره هو، وإنما تغيير أيضا تغيير العصابة بتاعته اللي هي على رأسها فتح سرور الذي يسيس الأعضاء والبرلمان لخدمته. نحن أيضا نريد رأس صفوة الشريف المزور الذي يربض على رأس الحزب غير الوطني ويزور
ويفسد. نحن ايضا نريد رؤوس الفاسدين الحراميه طيب دكتور، اللي البلاد ونهبوها. دعني استاذنك في اقل من دقيقه. طيب دكتور، اقول لك نعم. اي رئيس يترك شعبه بدون امن، هذا الرئيس الذي يدعي انه يسمع نبض الشارع، اما كان يسمع على مدى 4 ايام وحتى الان ان الشعب يقول له ارحل مش عاوزينك؟ طيب دكتور، تحمل يافطه تقول ارحل بقى، ايدي بتوجعني يا اخي ارحل. طيب دكتور صبرا، يعني هذا يثير السؤال عن نقطة بداية، من أين نقطة البداية طالما أن الرئيس لم يستقل ولم يرحل؟ البداية والنهاية ستكون على أيدي الشرفاء الذين يكنسون الشوارع في ميدان التحرير، الذين يحمون البيوت والمنازل، الذين يقفون بدلا من عساكر المرور. حسني مبارك الرئيس السابق من الناحية الشرعية والدستورية لم يعد له وجود، وكل ما يفعل من حركات بهلوانية، تعيين حكومة، يأتي بنائب رئيس جمهورية شخص شريف يلوثه، يأتي برئيس حكومة، كل ما يفعله لن يجدي، لأنه لم يعد ببساطة شديدة جدا رئيسا لنا. نحن نبحث عن رئيس يمثلنا. طيب دكتور محمود صبرا، شكرا جزيلا لك.